موليكا يقترب من الأهلي، صفقة تبادلية بين بشكتاش التركي والنادي الأهلي تقرب موليكا للنادي الأهلي. طبعا موليكا هدف كولر الأول لتدعيم خط الهجوم للنادي الأهلي، حاول من أول موسم إن هو من أول موسم إنه يجيب صفقة المهاجم، ولكن مغالاة بشكتاش التركي أدت إلى إن الأهلي ما يقدرش يجلب الصفقة. موليكا اقترب من الأهلي، طب إزاي؟ هقول لك ازاي. بشكتاش تركي حاطط عينه على ديانج من فتره، ودلوقتي بعت استفسار كده يجس نبض النادي الاهلي عن طريق مكالمتين من المدير الاداري بتاع بشكتاش. طلب فيه بشكل رسمي كده طلبات النادي الاهلي للتخلي عن ديانج. طبعا الاهلي استغل الفرصه، وخصوصا ان الاهلي عنده كذا بديل لديانج، اي نعم مش بنفس الكواليتي بس قريب منه. الاهلي طلب 8 مليون دولار في مقابل دخول موليكا في الصفقه. يعني ايه؟ يعني الاهلي هياخد موليكا ويتكلموا في فرق الاسعار، وديانج يروح الدوري التركي. طيب الاهلي هيتم الصفقه امتى؟ الاهلي طلب ارجاء الصفقه لحد نهايه الموسم، بحيث ان هو يطمن على على الموسم، وبعد كده يبدا يتحرك. الاهلي عنده من مكان ديانج عشان يخليه يتخلى عنه بسهوله؟ عنده مروان عطيه، عنده حمدي ديانج، حمدي فتحي. بص